ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هعمل طاجن بسلة باللحمة بالجزر في قلب الفرن. طاجن كده جميل يزين سفرتك في رمضان. اول حاجة خالص انا هحط الحلة على النار وهحط عليها معلقة سمنة. بعد ما تسخن قوي 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 يعني باكد على قوي دي. انزل عليها اللحمة علشان انا مش عايزاها تنزل ميتها، انا عايزاها تحمر وتبقى جميلة بالشكل ده كده. أول ما ألاقيها بقى احمرت كده، مش أول ما أحطها أقلب لأ، لأن لو أول ما حطيتها أقلب على طول هتنزل مية ومش هتحمر معاكي ولا تديكي النتيجة الحلوة. بعد ما تحمر هقلبها على الوش التاني برضو على نار عالية لحد ما تاخد لون كويس. بعد كده هنزل عليها ببصلة متوسطة مقطعاها صغير، وعليها كمان معلقة توم. هاسيبها بقى كده تتشوح في قلب بعضها، وخدي بالك ايديكي تبقى فيها على طول علشان مش عايزة لا البصل ولا الثوم يتحرقوا ولا يبقوا بني، انا عايزاهم يدبلوا ويدوا نفس جميل. في الوقت ده بقى هتشموا ريحة جميلة جدا من اللحمة. شايفين البصلة يعني والثومة جميلة ازاي، اللون دهب حلو ازاي. بعد كده هنزل بالصلصة بتاعتي. دي الصلصة اللي انا كنت عاملاها معاكم وجاهزة وعليها سكر وكل حاجة. لو انت هتعمليها في الخلاط دلوقتي للطاجن ده يعني يبقوا 4 طماطمات وعليهم معلقة صلصة ورشة سكر. هحط بقى التوابل، هتبقى عبارة عن فلفل اسود وكمون وكزبرة وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وبس كده. لو عايزة تحطي شطة حطي. هاقلبهم في قلب بعض كده واسيبها في قلب الصلصة يعني لمدة ييجي 5 دقايق كده تتسبك في قلب بعضها. هانزل عليها بقى بمَيّة مغلية، ما تحطيش مَيّة ساقعة، مَيّة مغلية لحد ما تبقى نُص سِوَى كده. هانزّل عليها بقى الملح بتاعها ومكعب لحم اللي هو المرقة بتاع اللحمة، وكمان ورقتين لوري. بس كده، المَيّة ما تكونش كتير أوي، يعني يا دوب شايفين الخضار باين منها كده عشان لمّا أدخّلها الفرن تبقى طاجن حلو كده. خلاص بقى يعني بقت 3/4 سِوَى. هاجيب بقى الطاجن بتاعي وهاحط فيه اللحمة بالبسلة وهادخّلها الفرن. بجد يعني سهل زي ما أنتم شايفين خالص، وطعمه طِعِم أوي، ويتحط على سُفرتِك كده يزيّنها. شايفين بقى الخضار باين منها إزاي. هادخّلها بقى الفرن وهتقعد تقريبًا كمان ييجي نُص ساعة، لإن هي بقت 3/4 سِوَى. طلعت بالشكل اللي أنتم شايفينه ده كده. طعمها جميل واللحمة دايبة بطريقة جميلة. أنا دايمًا في الطواجن باعمل أكتر الأوقات لحمة موزة. يعني اللحمة الموزة أو السن، اللحمة دي بتبقى أو من الضلوع بتبقى جميلة أوي في الطواجن يعني. هتديكِ نتيجة حلوة وهتبقى دايبة دوب كده. طعمها زي السكر، جربوها إن شاء الله هتعجبكم.